السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهاردة احنا معانا عجان كينوود 1200 واط اللي هو الاكس ال. تمام، عجان من العجانات المشهورة جدا اليومين دولت، وعجان محترم وكل حاجة. بس العجان الكينوود ليه مشاكل كتير جدا معانا في التروس. تمام، فده واحد من المشاكل اللي دايما بتيجي في موديل من الموديلات ده، لان الموديل ده على فكره ليه كذا شكل لعلبه التروس. في موديل منهم الوش الانتيمونيوم بتاعه اهو، ده دايما بيجي، ده الوش بتاع علبه التروس الاخر من تحت، اللي بيركب، اللي بيبقى الترس بيلف عليه من تحت الاخير، اللي بيحرك السلاح. ده جاي اهو مقطوم كله، ده بيبقى المفروض كده اهو، ده مقطوم. تمام، طبعا التروس متاكله برضو من جوه، الترس اللي فوق جوه برضو بايظ اهو، اللي هو الترس اللي هو المخروطي دوت. تمام، طبعا لان الوش ده بيجي لنا منه كتير مقطوم دايما، وزي ما قلنا ان هو بيبقى معمول خامه انتيمونيوم. تمام، ده احنا بنصبه هنا بقى ايه، توتيا كله اهو، ده كله معمول عندنا اهوت. شايفين التروس؟ طبعا فرق الوزن، الخامه بتبقى محمله عندنا طبعا. تمام، نعمله خامات تقيلة. الوش اهوت، الاسطمبة معمولة زي الأصلي. الترس اهوت اللي هو المخروطي، الترس اتصب اهو. ودلوقتي هنبتدوا بقى ايه، عملية ان احنا نجمعه العجان. انا بس حبيت اوري حضراتكم لان دايما الوش ده دايما بيجي مقطوم، او تروسه بايظه، او الزور بتاعه مقطوم في العجانات الكينود اللي من الموديل دوت، الوش ده بالذات يعني. فانا حبيت برضه اوري الناس ان احنا الوش ده كامل اهوت بيتعمل، والتروس هتركب طبعا عليه خلاص. انا يعني هجمع العجان دلوقتي وهوري حضراتكم وهو شغال تمام بدون اي مشاكل. نجمعوا العجان وارجع لحضراتكم. يا جماعه، هنا احنا جمعنا العلبه اللي احنا وريناها لكم. بصوا العلبه هنا ركبت اهيت خلاص بالمسامير، ركبنا الوش علبة التروس. بصوا، انا كل ده لسه بس بنجمعه العلبة، يعني لسه هنجمع الجهاز وهجربها لحضراتكم، بس انا بوريكم انها اتقفلت على وضعها اهي، مفيهاش اي مشاكل ان شاء الله أهي. والزور بتاع المفرمة هو كمان اهو شغال بيتحرك. تمام، دلوقتي بقى هنقفلوها هنقفل العلبة في العجان. تمام، ونجربوه مع بعض. طبعا بالنسبه لان في ناس بتبقى بالفعل فكته، انت مش لازم تبعت لي العجان كله، انت طالما انت فكيت الجزء ده كده على بعضه، يعني انت ممكن لو هو المشكله فيه خلاص هتبعتهولي، هعمله لحضرتك وانت تجمعه تاني. لو مش عايز تبعت العجان كامل في الشحن بنفس الشكل ده كده، ده بيتربط بثلاث مسامير في الشاسيه حوالين الموتور، خلاص الموضوع فيه بسيط يعني. تمام، هنجمعه دلوقتي بقى العجان ونجربوه مع حضراتكم. بصوا يا جماعه، هنا احنا جمعنا العجان كله بالكامل تجربة. الزور بتاع المفرمة بيلف اهوت. تمام كده العجان بتاعنا شغال تمام. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجة ممكن يشرفني بالسؤال، مشرفيني دايما بالمتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله.